يا هلا يا هلا يا مرحب. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا بس بحب انوه لحاجة مهمة جدا، وبشكر وبشيد بهيئة السكك الحديد وهيئة النقل والمواصلات. بصراحة يعني عاملين الواجب معايا حقيقي يعني. كل ما انقل في شقة يا جماعة الاقيني جنب القطر. ازاي بقى؟ مش عارفه، هم مستقصديني يا مستقصديني يا مستقصديني. يعني انا من يوم ما فكرت انقل من شقه لشقه، يعني انا نقلت في كذا شقه، في كل شقه والله العظيم انا حاسه ان هم عاملين عليا مؤامره. كل ما انقل في شقه الاقيني جنب القطر، محذوفه جنب القطر، والقطر يعدي عليا رايح جاي رايح جاي. يعني ايه؟ يعني ايه يعني؟ مش فاهمه والله. يعني هي ده انا لو برتب صدفه ان انا مثلا افوز بكاس العالم، عمرها ما هتيجي بالطريقه دي. يعني انا بصراحه والله ما انا عارفه بصراحه يعني ليه؟ يعني ليه؟ كنت اتعميت في عينيا قبل ما اسكن في العماره هنا ولا ايه يعني ما عداش عليا ولا شقه غير لما يكون جنب السكه الحديد. ليه بقى؟ مش عارف. بقى بيني وبين القطورات عمار. انا بتهيالي الناس بقت تشاور لي وهي رايحه وهي جايه. خلاص، ما احنا عرفنا، احنا بقينا جيران، احنا بقينا معرفه قديم. فبصراحة يعني أنا بناشد وبناشد هيئة السكك الحديد. بصراحة يعني أنا تعبت نفسيا. يعني أنا يعني خلاص، خلاص وداني وجعتني من كتر الصفافير اللي رايحة جاية رايحة جاية، والإشارات واللوند اللي ويعني بصراحة أنا تعبت. دي أنا تعبت حقيقي يعني. ما هو يا انتوا تشوفوا لكم حل، يا ينقل من العمارة، وخايفة برضو اتدبس والبس في الحيطة وتلاقيني برضو جنب القطر. يعني انا هلف وارجع له تاني. يا اما يعني بصراحة يعني الله يكرمكم، شوفوا لي حل. شوفوا لي حل. يعني حقيقي يعني انا بناشد المسؤول لهيئة السكك الحديد. والموضوع هيكبر ويتصاعد شوية لهيئة النقل والمواصلات. ف كفاية كده. كفاية كده عشان انا قلبي وجعني والله العظيم.